الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بالأمس، وعقد المدير الفني يستروب محاضرة فنية مهمة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الجيش الملكي المغربي. وكلا الفريقين يسعوا لتحقيق الفوز من أجل حسم صدارة المجموعة. رغم نفي نادي بيراميدز، أكد وكيل أليو ديانج أن نادي الزمالك وبيراميدز حاولوا التواصل معه بشأن موكله، لكن اللاعب أغلق الباب تماما، وأكد أنه لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي. يدرس المدير الفني للنادي الأهلي بالتعاون مع الجهاز المعاون إمكانية الاعتماد على يوسف بالعمري أساسيا أمام الجيش الملكي المغربي بعد ظهوره المميز في المباراة الماضية. وتشير التقارير الصحفية إلى أن المدرب متردد بعض الشيء بسبب حاجة اللاعب إلى تطوير الجانب الدفاعي بشكل أكبر. ينتظر الأهلي من جماهيره تقديم صورة مميزة ومحترمة في التشجيع والتصدي لأي محاولات للخروج عن النص حتى لا يتعرض النادي لعقوبات. كما يأمل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي وجميع مسؤولي الأهلي في إغلاق ملف إمام عاشور تماما، وعدم الهتاف ضد اللاعب في المباراة القادمة حفاظا على تركيزه. سيطرت حالة من الحزن على محمد شريف بعد تصريحات المدير الفني التي أكد فيها أن مشاركة اللاعب في المباراة السابقة جاءت بشكل اضطراري بعد إصابة مروان عثمان، وكان اللاعب يأمل في الحصول على دعم وإشادة أكبر خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد نال استحسان المحللين. أعلنت شركة تذكرتي طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي عبر الموقع الرسمي، وذلك بعد نفاذ الدفعة الأولى خلال ساعتين فقط. حالة رضا كبيرة داخل الجهاز الفني من المستوى المميز الذي يقدمه ياسين مرعي مؤخرا، ومن المنتظر عقد جلسة خاصة مع اللاعب لمنحه بعض النصائح الفنية لمواصلة التطوير. شهد البرنامج التأهيلي لزيزو تحسن نسبي، ومن المقرر خضوعه لأشعة جديدة عقب مباراة الجيش الملكي المغربي لتحديد موعد العودة للتدريبات والجري حول الملعب. يتحفظ النادي الأهلي على إبرام عقد الرعاية الجديد بالجنيه المصري، ويفضل التوقيع بالدولار لتجنب أزمات السيولة الدولارية مستقبلا رغم تلقيه أكثر من عرض من شركات كبرى. أكد حسام البناتي مساعد المدير الرياضي لنادي نورشلاند الدنماركي أن النادي كان يتابع إبراهيم عادل منذ أكثر من 3 سنوات، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي. وأضاف أن النادي الدنماركي ليس تابعا لأي نادي آخر، وأن العائلة المالكة لن تقبل بذلك، مشيرا إلى وجود ثقة كبيرة في قدرات اللاعب لتحقيق مسيرة احترافية مميزة في أوروبا. كشف أحمد شوبير أن نجل مصطفى تلقى 3 عروض على الأقل مؤخرا، لكن النادي الأهلي رفض التفريط فيه بشكل قاطع، وأوضح أن عقد اللاعب من بين الأقل داخل النادي الأهلي، حيث يحصل على أقل من 5 مليون جنيه سنويا، وأن الحديث عن تعديل وتمديد عقد اللاعب أكثر من مرة، لكنه لم يتحول إلى خطوات رسمية حتى الآن. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.